أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم سيداتي سادتي. من تلفزيون دولة إريتريا إليكم نشرة الأخبار التي نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يصل أسمرا. الوزير عثمان صالح يلقي خطاب في اجتماع الدول الراعية لوثيقة الأمم المتحدة. جمعية معاقو الحرب الإريترية تسعى إلى الاستيفاء بمتطلبات أعضائها. نيجر تطالب باستبدال سفير الاتحاد الأوروبي وسط فضيحة. ومناورات مشتركة بين إيران وأذربيجان. فيضانات مدمرة تودي بحياة 16 شخصا في سومطرة الإندونيسية. زار إريتريا اليوم رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وباحث مع فخامة الرئيس إسياس أفورقي مجمل القضايا التي تهم البلدين وتطورات الأوضاع في السودان. التفاصيل في التقرير التالي للزميل صلاح الدين حسين. عقد الرئيس إسياس أفورقي ورئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 26 من الشهر الجاري جلسة مباحثات مشتركة في القصر الحكومي حول العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع في السودان والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الرئيس إسياس أفورقي في اللقاء موقف إريتريا الثابت والمبدئي الداعم للشعب السوداني في أزمته الحالية، مؤكدا أن حل الأزمة السودانية لا يتحقق إلا عبر السودانيين أنفسهم وبدعم من أشقائهم الإقليميين. وأكد الرئيس إسياس أن سيادة واستقرار ووحدة السودان هي الخيار الأوحد للمنطقة وشعوبها، وأن إريتريا ستبذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق ذلك. وفي تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الإريترية، عبر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن بالغ شكره وتقديره لإريتريا قيادة وشعبا لدعمهم واحتضانهم للشعب السوداني في هذا الظرف الذي يمر به، مؤكدا أنهم سيدفعون قدما في سبيل تعزيز الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين. طبعا زيارة عادية لبلدنا إريتريا، ونحن يمكن فخورين جدا كحكومة وكشعب بالموقف الإريتري، وفخورين جدا بعلاقة الشعبين الإريتري والسوداني. نحن ناظر إلى الشارع اليوم في السودان وفي إريتريا لا يميز بين السودانيين والإريتريين. يعني يمكن دي فرصة نشكر السيد الرئيس إسياس على موقفه تجاه السودان، تجاه الشعب السوداني، تجاه القضية السودانية. موقف أصيل، موقف فعلا يؤكد العلاقة الأزلية اللي بتربط السودان وإريتريا. نحن عاجزين عن شكرنا للشعب الإريتري لاستضافة السودانيين، عاجزين عن شكرنا للرئيس السياس لاستضافة السودانيين، وكل ما نجي هنا بنشعر بأن احنا في بلدنا حقيقة. احنا بنشكر الشعب الإريتري على وقوفه إلى جانبنا في هذه الظروف الاستثنائية اللي بيمر بها الشعب السوداني. شكرا السيد الرئيس السياس، شكرا الشعب الإريتري. وقد قام الرئيسان بجولة في شارع الحرية وسط هتافات المواطنين السودانيين والإريتريين والتي تعكس علاقات الشعبين. وقد قادر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عائدا إلى بلاده بعد زيارة عمل ناجحة استغرقت يوما واحدا، وكان في وداعه في مطار أسمر الدولي الرئيس إسياس أفورقي بمراسم شرف رسمية. وكان رئيس مجلس السيادة السوداني قد وصل إلى العاصمة أسمرا صبيحة اليوم 26 من الشهر الجاري، وكان في استقباله الرئيس إسياس أفورقي بمراسم استقبال رسمية، وحضر مراسم الاستقبال وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح.
وضم الوفد المرافق لسيادته وزير الثقافة والإعلام السيد خالد علي العيسر ورئيس جهاز المخابرات الفريق أحمد إبراهيم مفضل. زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إلى إريتريا والزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين تعكس رؤية إريتريا لحل المشكلة السودانية وضرورة أن يحل السودانيون مشاكلهم بأنفسهم والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين. صلاح الدين حسين، مطار أسمر الدولي. ألقى وزير الخارجية السيد عثمان صالح كلمة في الاجتماع الوزاري للشراكة الدفاعية لميثاق الأمم المتحدة الذي عقد عبر تقنية الفيديو يوم 25 من نوفمبر والتي ركزت على القضية الفلسطينية. وأكد الوزير عثمان في كلمته خلال اللقاء بمناسبة اليوم العالمي للصداقة مع الشعب الفلسطيني أن إريتريا تقف إلى جانب المطالب المشروعة والعادلة للشعب الفلسطيني باعتبار أن حق تغيير المصير هو حجر الزاوية في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مؤكدا أنها تؤيد تغيير المصير والسلام والعدالة. وأضاف أنه على الرغم من أن الطريق إلى السلام لا يزال يواجه تحديات، إلا أن الاعتراف الدولي المتزايد يعد خطوة مهمة إلى الأمام لنضال الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الشعب الفلسطيني يستحق الحقوق والحريات في العالم. وفي الختام أكد أن الوحدة قوة وأنه ينبغي لجميع الفلسطينيين أن يتحدوا في النضال من أجل تغيير المصير والعدالة في هذا الوقت العصيب. تسعى الجمعية الوطنية لمعاقو الحرب الإريترية لتلبية احتياجاتهم المتعلقة بالصحة لأعضائها. وقال مسؤول قسم التنظيم والإعلام السيد محمود نور إدريس لوكالة الأنباء أن الجمعية قامت بتنظيم عملية علاج العيون والمشاكل البصرية في أسمرة وتجربة معالجة الغاز الحيوي وتجهيز صالة للألعاب الرياضية وعيادة أسنان جديدة في معسكر دندن. وأفاد السيد محمد نور فيما يتعلق بتجربة الغاز الحيوي أن المبادرة بدأت من قبل عائلة في عام 2022، ثم قامت الجمعية بتدريب أكثر من 300 عضو وتوسيع النشاط في الإقليم الأوسط وعنسبة والجنوب نظرا لنجاح المشروع. وأوضح أنه يجري العمل على تخصيص غرفة عرض وأخصائية طب الأسنان بالتعاون مع وزارات الصحة والعمل والضمان الاجتماعي لمعدات طب الأسنان الجديدة التي تبرع بها أحد الإريتريين المقيمين في ألمانيا. وأوضح مسؤول المراكز الرياضية في جمعية معاقو الحرب الإريترية السيد ساندرو أسفها أن الجمعية وشركائها افتتحوا مراكز حديثة مجهزة خارج المنطقة الوسطى في مناطق الجنوب وعنسبة والقاش بركان. أعلنت مديريتي كرن وقلب خلوها من ختان الإناث خلال يومي 23 و25 من نوفمبر. وناشد رئيس اللجنة الإقليمية لضمان حقوق الطفل والمرأة ومحاربة العادات الضارة العقيد تسفاتين غرماي في كلمته التي ألقاها في مناسبتي الإعلان عن خلو المديريتين من ممارسة ختان الإناث أن محاربة ختان الإناث والعادات الضارة التي تضر بالصحة الجسدية والصحية للإناث لا تنجح إلا بوعي المجتمع ومشاركته الفاعلة في محاربتها. وأشاد مدير مديرية كرن السيد رزاني أرآية ومدير مديرية قلب السيد عثمان آدم بالجهود المنسقة التي بذلت من قبل المؤسسات المختصة في الشأن، مؤكدين أن النتائج العملية التي وصلت إلى إعلان المديريات خلوها من ختان الإناث برهانا على وعي المجتمع ومشاركته الواسعة. وأوصى حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى الشعب للعمل بجد في المحافظة على النتائج العملية التي وصلوا إليها ومكافحة عدم إعادة ممارسة تلك العادات الضارة صحيا ومجتمعيا. الجدير بالذكر على قيام مديريات أصمات وحبرو وحلحل وعتك ليزان وعلاب الرد بإعلان خلوها من ممارسة ختان الإناث في وقت سابق بتضافر الجهود ما بين مكاتب وزارتي العمل والرعاية الاجتماعية والصحة والاتحاد الوطني للمرأة. بحث مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر في اللقاء الذي عقده في أفعبت عن سبل تحسين نتائج الامتحانات الوطنية بحضور ممثلي المدارس المتواجدة في مديريات أفعبت ونعفة ودوبح وقورة.
وأشار مسؤول قسم امتحانات الشهادة المرحلة المتوسطة في مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ نيقوديموس منجستاب في التقرير الذي قدمه إلى تدهور نسبة النجاح من تلك التي كانت فوق 41% في العام الماضي إلى 38% هذا العام، وأن اللقاء يهدف إلى بحث الأسباب وإيجاد الحلول المناسبة. وأوضح مسؤول قسم امتحانات الشهادة المرحلة المتوسطة في وزارة التعليم السيد هابتي أسفها عن الحلول المناسبة مقارنا بنتائج الطلاب في مختلف الأوقات. وقدم المشاركون آرائهم في التقرير مناشدين بتقوية العلاقات الثلاثية بين المعلم والطالب وأولياء الأمور وتقديم دروس إضافية للطلاب المحتاجين وآراء أخرى. وناشد مسؤول التعليم الأساسي في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ علي أحمد لدراسة أسباب تدني النتائج في الامتحانات الوطنية وإيجاد حلول جذرية تناسب كل مدرسة حسب وضع طلابها وبيئتها. تم التخلص من السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية في مديريات بارنتو وقلوج وأم حجر التي تم العثور عليها أثناء أنشطة التفتيش في شركات ومقدمي الخدمات. وقال عضو وحدة القانون والنظام في بارنتو السيد زرع سناي مبايه ومدير مدينة أم حجر السيد علي سعيد حسن أن المواد تشمل الأطعمة والمشروبات بما في ذلك الأطعمة المعلبة والأدوية البشرية والحيوانية والمبيدات الحشرية. وحث عضو مكتب الصحة في مديرية بارنتو السيد ودبات أسفة وعضو شرطة مركز شرطة بارنتو السيد ناصر كفة جميع المواطنين على المشاركة في الجهود المبذولة للسيطرة على بيع واستخدام السلع الاستهلاكية منتهية الصلاحية التي تسبب مشاكل صحية وخيمة. سيداتي سادتي إلى فاصل ما ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. طلبت وزارة خارجية النيجر باستبدال سفير الاتحاد الأوروبي وسط خلافات حول التوزيع غير المنسق للمساعدات الإنسانية وتوزيعها دون استشارة حكومة البلاد. تجدر الإشارة إلى أن حكومة النيجر لم تتقدم رسميا بطلب إلى الاتحاد الأوروبي للحصول على المساعدة الإنسانية بعد الفيضانات في البلاد، حيث كانت سلطات البلد الأفريقي تنوي تغطية الأضرار الناجمة عن الكارثة على نفقتها الخاصة. وفي منتصف أكتوبر تم استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في البلاد إلى وزارة الخارجية، حيث تلقى تحذيرا رسميا وطالب بوقف الإمدادات غير المنسقة. انطلقت المناورات المشتركة للقوات الخاصة التابعة للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامي والقوات الخاصة لجيش جمهورية أذربيجان تحت عنوان مناورات أرسل مشتركة على أن تستمر 4 أيام في مدينة أصلاندوس في محافظة أردبيل الحدودية الشمالية غرب البلاد. هذا وأعلنت العلاقات العامة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري أن الهدف من إجراء هذه المناورات هو ترسيخ العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في مكافحة الجماعات المسلحة المنظمة وغير القانونية وإحلال الأمن في المناطق الحدودية المشتركة وتعزيز القدرات العسكرية وتوسيع التعاون الدفاعي على المستويات التكتيكية والعملياتية بناء على الاتفاقيات المبرمة في إطار المصالح المشتركة بين البلدين. أفاد مسؤول إندونيسي بمصرع 16 شخصا وفقدان 7 آخرين جراء فيضانات في سومطرة الإندونيسية. وانتشل رجال الإنقاذ 16 جثة من أسفل الأطنان من الوحل والحجارة كانت جرفتها مياه الفيضانات التي ضربت قرى الجبلية في جزيرة سومطرة وفقا لما قاله مسؤولون. وأوضح المسؤولون وفقا لوكالة السوشيتد بريس أن 6 أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وكان الطمي والصخور والأشجار قد تساقطت من على جبل عقب هطول أمطار استوائية، بالإضافة إلى فيضان الأنهار على ضفتيها، مما أدى إلى تدمير 4 مناطق في إقليم سومطرة. سيداتي سادتي، ختاما لا يسعنا إلا تذكيركم بأبرز العناوين. رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان يصل أسمرة.
الدين عثمان صالح يخاطب اجتماع الدول الراعية لوثيقة الأمم المتحدة. جمعية معاقول الحرب تسعى إلى الاستيفاء بمتطلبات أعضائها. النيجر تطالب باستبدال سفير الاتحاد الأوروبي وسط فضيحة. ومناورات المشتركة بين إيران وأذربيجان. وفيضانات مدمرة تودي بحياة 16 شخصا في إندونيسيا. حتى جديد اللقيا تقبل أجمل التحيات وأطيب المنى.